أحيانا كتير لما بنقع في مشكلة بنبقى مش عارفين نحل المشكلة في وقتها، في حين إن إحنا لما بنقعد مع نفسنا بذهن صافي بنبتدي نحط حلول للمشكلة بتاعتنا. ولكن في بعض الخطوات اللي المفروض الواحد يعود نفسه عليها علشان لما تبتدي تيجي عنده مشكلة يبتدي يحلها بشكل تلقائي بخطوات علمية وبسيطة لكنها فعالة. ليه الخطوات دي؟ لأن إحنا لما بنقع في مشكلة بيصيبنا زي شلل في التفكير، مش قادرين ناخد الخطوة الصح، رغم ان احنا لو بصينا لها من زاوية تانية او من في وقت بيبقى فيه مش مضطربين بنلاقي ان احنا قادرين نحلها بطرق كتير قوي سهلة. انت لو عرضت مثلا المشكلة دي بنفس الطريقة على عيل صغير ممكن يحلها لك، ليه؟ من كتر ما هي سهلة وخطواتها بسيطة. طب نوصل للمشكلة دي ازاي او لحل المشكلة دي ازاي؟ عن طريق ان احنا اول حاجة نفكر بذهن صافي. احنا وصلنا لكده ازاي؟ يعني بذهن صافي، بذهن صافي احنا بنحلل بشكل دقيق الخطوات اللي خلتنا نقع في المشكلة دي، تمام؟ وبناء عليها، بناء على الخطوات دي هنبتدي بقى ايه، نقول مثلا الخطوة الفلانية هي اللي وصلتني لكده، ابتدي احط خطة للحل ده. بس قبل ما احط الخطة للحل ده لازم اتقبل الوضع بتاع المشكلة او الكارثة اللي انا وقعت فيها. لازم اتقبل، اقول والله اسوأ حاجة ممكن تحصل لي هي كذا. ويفضل طبعا انك لما تقع في مشكلة انك تكتب كل حاجة انت بتفكر فيها، من بداية من اللي وصلك للمشكلة دي واسوأ تصور انت ممكن توصل له، تمام؟ وتتقبل هذا التصور، يعني تحاول ان انت تقبل الصورة الجديدة اللي انت تخيلتها ممكن تحصل، ودي تبقى اسوأ صورة هي ممكن تحصل. وبعد كده تبتدي بقى تاخد خطوات تنفيذية. انا هعمل واحد اتنين تلاتة بناء على التصور اللي انا حطيته. وطبعا واحد اتنين تلاته ده بيبقى طبعا لانه اسوأ حاجه ممكن تحصل، تمام؟ اللي في الغالب احيانا ما بتحصلش زي ما انت متصور. بعد كده انت خدت الخطوات وعملت اللي كتبت المشكله وابتديت تحلها وقعدت في جو يساعدك في حل المشكله، تمام؟ هتلاقي نفسك بقيت تحط لنفسك حلول كتير قوي وابتدت تدب الثقه في نفسك، تمام؟ بالطريقه دي انت بتعود نفسك انك تحل المشكله بطريقه رزينه، تمام؟ وبتعود نفسك على حل المشاكل. يعني ايه بتعود نفسك؟ يعني انت لما تقع في مشكله بعد كده بتلاقي نفسك ما وصلتش لمرحله المفاجاه او الصدمه اللي بتخليك مش عارف تتصرف، او لو اتصرفت في ساعتها هتدمر الدنيا. لا بالعكس، انت هتحلها بطريقه صح ويبقى عندك خبره في حل المشاكل، ايا كانت المشاكل دي عباره عن ايه، تمام؟ فعايز برضو اوصل لك ان احنا احيانا لما بنقع في مشكله يفضل ان احنا ممكن لو كانت المشكله مش يعني مش كبيره قوي ممكن اتكلم مع حد فيها، او اتكلم لحد ما اعرفوش مثلا، ابقى واثق ان هو عنده خبره مثلا، او حد اعرفه يبقى قريب مني قوي، تمام؟ لان انا لما بتكلم مع حد بفضل الفضفضه اللي احنا بنقول عليها دي بتخليك تفكر في المشكلة بشكل، انت فاهم، من زاوية تانية، بتبص لها من زاوية تانية، فتبتدي تحطوا انتوا الاتنين حلول وانت صاحب القرار في الاول وفي الاخر. ف لما بيحط حد قدامنا بيفكرنا بحلول كتير ما كانتش تخطر على بالنا وقت المشكلة. ودي خلاصة يعني مشاكل كتير الواحد تعرض ليها. وصباح الفل.